أهلا بكم إلى فقرة الأسواق حول العالم، أسأل فيها ضيوفا ثلاثة أسئلة 6 يجيبون عليها في 6 دقائق. أرحب بضيوفي من أبو ظبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، من عمان مازن إرشيد رئيس قسم الأبحاث والدراسات في شركة المتحدة للاستثمارات المالية، ومن القاهرة محمد النجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية. أبدأ مع نور من أبو ظبي. نور أهلا بك. مؤشر امباير ستيت الصناعي الأمريكي ومؤشر قطاع المنازل لشهر أبريل سجل مستويات مخيبة مقارنة مع التوقعات اللي كانت تشير إلى عودة النمو بعد تحسن الطقس، ما تعليقك؟ نعم، هذه الارقام من جديد تثبت انه الانخفاض الانخفاض او التراجع الذي حصل خلال فتره ما بين شهر يناير لحد شهر فبراير كانت كل الارقام السلبيه. كان الاعلان الرسمي يعود بانه الطقس السيء هو السبب، بينما كانت الارقام الذي يعني ينظر الى التوزيع الجغرافي، الارقام السيئه كانت تاتي من الغرب المشمس في ذلك الوقت. اليوم او يوم امس شهدنا الارقام اللي هي NAHB Housing Market وايضا المؤشر الصناعي. هذه الارقام تعطينا من جديد الى انه التراجع الذي حصل ليس له علاقة بشكل كامل، هناك في علاقة بالطقس السيء، لكن الأرقام التي حصلت خلال تداولات يوم أمس هي أرقام لشهر أبريل الجاري. هل كان الطقس سيء بالفعل بشهر أبريل؟ نحن الآن في الربيع، هذا ما نحذر بالفعل منه، وسنشهد في الغالب المزيد من الانخفاضات أو المزيد من الضعف بسبب تخفيف التيسير الكمي من الفدرالي الأمريكي وليس بسبب الطقس السيء. إلى مازن من عمان. مازن، كيف تتحرك أسعار الذهب على هذه الخلفية؟ كانت هنالك بالفعل بيانات اقتصادية أمريكية يعني حقيقة كانت قوية، وهذا ساعد. احنا لاحظنا يعني أسعار الدولار بدأت تتحسن مقابل اليورو ومقابل أيضا الجنيه الاسترليني. احنا بنعرف أن هنالك علاقة عكسية غالبا ما تكون بين قوة الدولار وأيضا تراجع الذهب في حال تحسن الدولار على هذا النحو. أيضا هنالك أيضا تحديات الحقيقة مهمة. احنا نعرف أنه هنالك بيانات صينية أخيرة الحقيقة أظهر أن هناك تباطؤ في النمو الصيني، وهو يعني أكبر تباطؤ خلال عام ونصف على وجه التحديد. كل هذه العوامل احنا بنعرف أن الصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم ومن بين أكبر اقتصادات في العالم. أكيد حتكون له تأثيرات على الطلب والاستهلاك بشكل عام على الذهب. وأيضا طبعا بما أنه يعني الخطر الأوكراني الروسي ما يزال موجود، ولكن التركيز الآن على الطلب وبشكل عام على الذهب. أعود إلى نور في أبو ظبي. نور، الأرقام الأحدث حول البطالة في بريطانيا جاءت دون المستويات المستهدفة للمركزي اللي حط عن 7%، ونحن وصلنا إلى 6.9%. إلى أي سيناريوهات محتملة تؤشر هذه المستويات؟ نعم، شهدنا 6.9 وهي أدنى أو أقل من المستويات المعرفة أو المعروفة بثريشولد، أو اللي هي المستوى المستهدف لدى البنك المركزي البريطاني. أيضا الشيء الأهم من ذلك أنه شهدنا ارتفاع بالويجز أو اللي هي بالرواتب إلى بواقع مستويات 1.7 على المستوى السنوي. هذا الرقم يعتبر أعلى من المستويات أو مستويات التضخم. مستويات التضخم الآن عند 1.6 والرواتب أعلى من التضخم بواقع حوالي 10 نقطة مئوية. هذا ما يعطي المزيد من الدلائل أنه في عندنا برودر ايكونوميك ريكفري المملكة المتحدة. هذا ما سيؤدي أيضا إلى تسارع توقعات رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من التوقعات التي تتوقع الأسواق خلال العام المقبل. لكن الآن ما يمكن أن نشهد من قبل البنك المركزي أن يقوم بالتلميح لاستراتيجية خروج من سوق السندات وبداية تخفيف التيسير الكمي الحاصل الآن بحوالي 375 مليار جنيه استرليني. هذا شيء وارد ليس في الاجتماع المقبل لكن في حوالي اجتماع ما بعد المقبل. هذا الشيء في الغالب ما سيحصل، لكن رفع أسعار الفائدة هذا العام يبقى إلى الآن غير موجود في ظل تأكيد البنك المركزي على هذا الكلام، في ظل وجود انخفاض أو يعني تباطؤ في النمو أو انخفاض معدلات النمو، ليس وجود تباطؤ لكن نمو ضعيف نوعا ما. إلى مازن من عمان مجددا. مازن، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي اللي تحدثت عنه في الصين خلال الربع الأول، النفط يعود للارتفاع، ما مسببات هذا الارتفاع؟ بالفعل يعني لاحظنا ارتفاعات جيدة، اليوم بتجاوز يعني عتبة 109 الحقيقة وعلى مشارف 110. واضح انه الازمه الاوكرانيه الحقيقه الروسيه هي اللي بتلقي ظلالها على يعني اسواق الطاقه بشكل عام، خوفا طبعا من نشوب حرب اهليه ايضا في اوكرانيا بعد التحركات العسكريه الاخيره الحقيقه، وتخوف من ضعف الامدادات او تقلصها من الموانئ الروسيه عبر الاراضي الاوكرانيه الى قلب اوروبا. كل هذه المخاوف الحقيقه
أدت إلى ارتفاع أسعار البرنت أو حتى الخام الأمريكي رغم وجود تحديات ارتفاع المخزون الأمريكي خلال البيانات الأخيرة، وأيضا تعافي تدريجي في الإمدادات الليبية واحتمال عودة 700 ألف برميل يومي إلى الأسواق من جديد. لكن التركيز هنا حول الأزمة الأوكرانية الروسية والتخوف من تقلص الإمدادات القادمة من روسيا إلى أوروبا بشكل عام. إلى محمد من القاهرة. محمد، بعد التراجعات الحادة أواخر مارس يبدو أن السوق المصرية عوضت نحو نصف خسائرها، من الذي يستثمر في سوق الأسهم المصرية اليوم؟ بالطبع بعد موجة شديدة من الانخفاضات التي شهدها السوق المصري خلال نهاية شهر مارس الماضي ومطلع شهر ابريل الحالي، انخفض السوق من حاجز 8500 نقطة الصعب إلى ما يقترب من 7400 نقطة، لأنه في منتصف هذا الأسبوع استطاع الارتداد سريعا وبأحجام تداول قد تكون معتدلة نسبيا بالمقارنة بالانخفاضات الكبيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية إلى ما يقترب من حاجز 8000 نقطة خلال منتصف هذا الأسبوع، مما منح المستثمرين قدرة جديدة على إعادة تكوين مراكز مالية كانوا قد فقدوها خلال الفترة الماضية ولتعويض الكثير من الخسائر التي حدثت خلال الفترة الماضية. إلى أن من الذي يشتري الآن هو السؤال المهم. الآن أصبحت القوى الشرائية في أيدي من باع في الفترة الماضية، وهي المؤسسات المصرية والتي باعت بضغط بيعي شديد والتي واجهت ضغط بيعي شديد خلال الفترة الماضية والتي أثرت بهذا الانخفاض على مؤشر السوق المصري. وإلا أنه بجوارهم الآن أصبح المستثمر العربي والمستثمر الأجنبي يتبادل دوره في تكوين المراكز المالية الشرائية. طيب محمد، كيف قرأتم البيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول؟ بالطبع بعد عام من الخسائر التي حققتها معظم الشركات المدرجة في السوق المصري، بدأت بعض الشركات تحقق أو تتحول إما إلى الربحية أو تتحول إلى تخفيض الكثير من الخسائر التي واجهتها، وقد ظهر ذلك في معظم الشركات التي بدأت نتائج أعمالها تظهر في خلال منتصف إبريل. حتى الآن لم يظهر سوى 3 أو 4 شركات إلا أنها معظمها مبشرة. الآن السوق في انتظار الكثير من بيانات الشركات من مثل البنك التجاري الدولي، مثل وزارة الاتصالات والإعلام، مثل مصرية للاتصالات وهي شركات مثل المجموعه الماليه هيرمس وهي الشركات القياديه في السوق. الا ان الجميع يتوقع ان يكون معدلات النمو خلال الربع الاول من هذا العام مرتفعه جيدا بالنسبه للربع الاول من عام 2012، وهو العام الذي كان مكبل بالكثير من المشاكل مع المستثمرين وبارتفاع واضح في اسعار الطاقه وبالكثير من المعوقات للشركات. الا اننا الان اصبحنا نحاول ازاله معظم هذه المعوقات. الكثير من الشركات الان تعود اليها اراضيها واستثماراتها الماليه، وبالتالي فإننا نتوقع ان تحقق هذه الارباح تفاؤل للمستثمرين لاعاده تكوين مراكز ماليه جديده. انتهت دقائقنا 6 من الأسواق. شكرا لضيوفي من عمان مازن رشيد رئيس قسم الأبحاث والدراسات في شركة المتحدة للاستثمارات المالية، من أبو ظبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، ومن القاهرة محمد النجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول